السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الأساتذة والأستاذات، تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم مرة أخرى في حصة من حصص الدعم والتوجيه التي تقدمها منصة تعليم برو الإلكترونية لفائدة الطلبة والطالبات المقبلين على مباراة التعليم. إذن في الأيام الأخيرة كنا قد رأينا واحد الملف اللي تبارطاجا بشكل كبير، واللي متعلق بخارطة الطريق 2022 2026، واللي نقدروا نقولوا هي كرؤية استراتيجية مصغرة للحكومة الجديدة حول المدرسة العمومية تحت شعار 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة. لأن غنحاولوا إن شاء الله تعالى كمجهود متواضع فقط من طرف إدارة تعليم برو لمحاولة قراءة مضمون هذه الخارطة ومعرفة الأمور التي قد يركزون عليها، سواء في المستجدات التربوية المتعلقة بالمباراة أو لا خلال الشفوي، وكذلك حتى بالنسبة للأساتذة اللي الآن يعتبرون أطر تربوية عاملين بالمؤسسات التعليمية لمعرفة المستجدات حول هذه الخارطة ديال الطريق. إذن غنمشيو إن شاء الله تعالى نشوفوا الفهرس. يتكون من 3 ديال المحاور الأساسية. خارطة الطريق ترتكز على الأثر داخل الأقسام، ثم 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة. غنشوفوا التزامات لفائدة الأساتذة التلاميذ عفوا، ثم التزامات اللي غتلزم الأساتذة لفائدة الأساتذة، ثم التزامات لفائدة المؤسسات، ثم 3 شروط للنجاح، بمعنى أنه من أجل نجاح هذه الخريطة هذه غنشوفوا واحد 3 ديال الشروط أساسية. كيف ما كنا كنشوفوا في جميع الإصلاحات اللي شفنا، لا من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لا المخطط الاستعجالي، لا تدابير ذات الأولوية، ولا كذلك الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ولا حتى القانون الإطار 1751، ولا كذلك النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالتربية والتكوين. كلهم كيكون المنطلق ديالهم من خلال مجموعة من السياقات اللي من بينها مقتطفات من الخطاب ديال الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذا غنشوفوا هذا السياق ديال هذه الخريطة فين جا من مقتطف الخطاب الملكي. إذا كان جلالة الملك طرح سؤالا: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟ إذا هذا الأمر هذا كان محل تساؤل من طرف جلالة الملك نصره الله في هذا التعليم الذي يتلقاه أبناء الشعب. ثم من هنا فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، بمعنى أنه ليس فقط الشحن والتخزين، وإنما مهارات ومعارف تمكنه من أن يلج المحيط وأن ينفتح على محيطه، سواء الاقتصادي والاجتماعي، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، اللغات الوطنية اللغة العربية واللغة الأمازيغية والأجنبية الأخرى، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع. إذن هذا المقتطف هذا كان هو بداية أو السياق الذي جعل الحكومة تفكر في هذه الخريطة أو خارطة الطريق 2022 2026. ونقدر أننا نقول بأنها واحد الرؤية استراتيجية لهذه الحكومة في إصلاح منظومة التعليم. إذن كذلك هناك سياقات كثيرة التي جاءت بصدد إعداد هذه الخريطة، من بينها 30 يوليو 2015 الخطاب الملكي السامي، 2015 رؤية استراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، غشت 2019 القانون الإطار 1751، أبريل 2021 النموذج التنموي الجديد، ثم شتنبر 2021 البرنامج الحكومي للحكومة الحالية. وفي الأخير صبت في محاور 3 أو لا واحد الخلاصة اللي هي التعلمات الأساس غير متحكم فيها. 70% من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي. فرص التفتح وتحقيق الذات محدودة. 25 فقط من التلميذات والتلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية. وهنا غادي نشوفوا إن شاء الله تعالى مجموعة من التقويمات، لا سواء الوطني على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، اللي كتعطينا هذه الإحصائيات، ثم كذلك المذكرات التي جاءت فيما يخص الأنشطة الموازية، الحياة المدرسية والانفتاح عن النوادي والخلايا وإلى غير ذلك مما يدخل ضمن الأنشطة الموازية في المدارس والمؤسسات التعليمية.
التعليم الإلزامي غير محقق. إذا كان القانون الإطار قد أقر على أن التعليم الإلزامي والرؤية الاستراتيجية كذلك بين 4 سنوات، يعني على أساس أن تكون إن شاء الله تعالى 3 سنوات مستقبلا في التعليم الأولي حتى 16 سنة، فهذا التعليم الإلزامي غير محقق. أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا، وهذا واحد يعني الرقم اللي هو مهول. أنت الآن بالنسبة لك كطالب، ما الذي يجب عليك معرفته؟ خصك تعرف أولا الالتزامات تكون ضابطهم، ثانيا تعرف السياق فين جات هذه الخريطة، ثم الشروط، ثم كذلك هذه الخريطة شنو هو المضمون والمحتوى ديالها. إذا من بين الأمور كذلك التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ تؤكد أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية. هذه السياقات اللي جات فيها هذه الخريطة هذه. البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات اللي هي Programme national d'évaluation des acquis. نسبة التلاميذ المتوفرين على مستوى المقبول، بمعنى كنشوفوا العربية يعني عندنا واحد النسبة اللي هي قليلة بزاف 42%، الفرنسية 27%، الرياضيات 24%، ثم استكمال التعليم الثانوي الإعدادي 9%، 9% كذلك 9%. إذا كنشوفوا بأنه نسب اللي هي قليلة مقارنة بالتعليم العمومي والتعليم الخصوصي. فكنلاحظوا بأن التعليم الخصوصي هنايا عندهم واحد النسب اللي مرتفعة إلى حد ما بالنسبة ديال يعني التمكن مقارنة بالتعليم العمومي. إذا كنا نتحدث عن مدرسة عمومية ذات جودة، فيجب أن نعمل على أن تكون هذه النسب يعني على الأقل يعني مرتفعة مستقبلا إن شاء الله، وهذا هو مضمون هذه الخارطة. إذا حسب المعدل المتوسط 30% من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي. حسب المعدل المتوسط 10% من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الاعتدادي. يعني هذا متوسط المعدلات ومتوسط النسب. هذا تقويم وطني. الآن غادي نمشيو للتقويمات الدولية. كيف ما كنا شفنا كاين مجموعة من التقويمات الدولية اللي كتعطي فكرة حول مدى التمكن المتعلمين من مجموعة من الأمور. كاين بيزا اللي كنا شفناه من قبل في الدورة التكوينية، كاين بيرلز بروغريس ان انترناشونال ريدين ليتراسي ستادي، وكاين تيمز اللي كيدرس كذلك المناهج المطبقة وطرق تدريسها الخاص ب يعني السياسات والنظم التعليمية كيف ما شفنا. يعني وكنشوفوا هل المتعلمين يعني متمكنين من الرياضيات والعلوم. ثم بيزا المتعلق بقياس قدرات الطلاب الصف العاشر اللي تقريبا اللي هما التاسعة، معلوماتهم التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات واكتساب المهارات لحل المشكلات الحياتية والمهنية. إذا هاد 3 ديال التقويمات هي تقويمات دولية اللي كتخلينا ناخذوا واحد الفكرة حول مدى تمكن المتعلمين، وحنا كنا هضرنا عليهم يعني بشكل معمق في الحصص. كاين عندنا نسبة التلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات. يعني هذا برنامج البرنامج اختبار التقييم الدولي نتاع بيسا. الرياضيات في المغرب 24%، مرتبة 77 من أصل 79، يعني واصلين تقريبا النسبة أو المركز ما قبل الأخير. كذلك في القراءة المغرب في الرتبة 75 من أصل 79، المركز ما قبل الأخيرين، يعني المركز الثالث في الأخير. كذلك الأزمة البنيوية للتعلمات مع تأثيرات جائحة كوفيد. دراسة تقييمية منجزة في شتنبر 2022 شهر 9 من هذه السنة شملت 25,000 تلميذ وتلميذ تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي، وهذا مشكل. وفعلا الفترة ديال كوفيد اللي كان فيها واحد الانقطاع، رغم يعني بعض الاجتهادات التي قامت بها الدولة وكذلك الأساتذة مشكورين على اجتهاداتهم، إلا أنه كانت واحد الكارثة في مكتسبات المتعلمين الضرورية باش أنه يواكبوا المقررات الدراسية، لا سواء من خلال الكتابة ولا القراءة ولا مجموعة من المكتسبات والكفايات الأخرى. كذلك نتائج اختبار طار تيتشين اد رايت ليفل بالنسبة لتلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، واللي كنهضر عليها يعني الوزير بن موسى شكيب، حول أنه 7
73% من التلاميذ لا يستطيعون القراءة بطلاقي نص باللغة العربية، يعني 23% فقط اللي يقدروا أنهم يقراوا. 30% من التلاميذ فقط اللي كيقراو، يعني كتبقى لنا 70% لا يستطيعون القراءة بطلاقي نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة. ثم 13% فقط من التلاميذ يستطيعون إنجاز عملية حسابية ديال القسمة، وهادو هما النصوص والعمليات اللي أعطيت في هذا الصدد هذا. كذلك الهدر المدرسي اللي سنويا 300 ألف تلميذ أو تلميذ في المتوسط وخاصة بأوساط الهشة، مما يكرس الفوارق المجالية. وملي كنجيو كنشوفوا أن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 1751 من خلال المجال الثاني فيها اللي يهدر على المجال الأول فيها اللي يهدر على الإنصاف وتكافؤ الفرص. إذا هذه الأمور هذه راه أمور اللي فعلا يندى لها الجبين باش أنه 300 ألف تلميذ وتلميذة كينقطعوا على الدراسة لعدة أسباب. إذا في الابتدائي المنقطعين حسب الأسلاك التعليمية. في الابتدائي يعني 68,000 من 100 23%. ثانوي التأهيلي ثم الثانوي الإعدادي هو اللي كنشوف واحد الحالة ديال الانقطاع كبيرة، 53% من مجموع التلاميذ المنقطعين. ثم كذلك الفرق بين الوسط الحضري والوسط القروي والشبه الحضري، تلاحظوا بأنه 80% من المنقطعين كتشكلها المجال القروي، وهذا إشكال كذلك. إذا فمن أجل الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في إجراءات الإصلاح. شنو هي الأساليب السابقة؟ هي كانت يعني الوسائل والتدابير المسطرية. الآن غادي نحاولوا نشوفوا إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام، بمعنى أنه حيت نديروا شي إصلاح نشوفوا مدى ترك الأثر لهذا الإصلاح في المؤسسات التعليمية وفي الأقسام. الأثر في المتعلمين ملي نديروا مثلا في 2026 واحد التقويمات سواء وطنية ولا دولية، نلاحظوا بأنه كاين عندنا ارتفاع وكاين عندنا واحد الديفلوبمون واحد النمو وواحد يعني التنمية ديال الكفايات لدى المتعلمين، وتركت أثارا هذه الإصلاحات، وليس فقط غير العمل بالمساطير والتدابير والوسائل إلى غير ذلك. وهذا هو محور هذه الخارطة، ترك الأثر عفوا. إذا من أجل العمل في هذه الخارطة ما نقراوش هذا النقص في آلية التتبع يعني التحديات إلى غير ذلك. تتبع صارم لإجراءات جميع العمليات الملتزم بها وقياس منتظم للأثر على التلاميذ، بمعنى غادي يكون واحد المواكبة واحد التتبع اللي هو صارم لجميع العمليات الملتزم بها اللي غنشوفوها في الالتزامات 12 التزاما. ثم قياس منتظم للأثر، بمعنى غيكونوا ديزيفالياسيون اللي كيوريو لينا اللي هما يعني بروغريسيف وغيكونوا كرونولوجيك اللي دائما غادي يوريو لينا مدى تمكن المتعلمين وترك هذا الأثر في المتعلمين. اعتماد التجريب القبلي للتحقق من الأثر قبل التعميم، بمعنى أنه من قبل كانوا كيجيو بعض المشاريع اللي كتعمم بشكل كبير ويعني تقدر تنجح تقدر ما تنجحش. الان غادي يكون تجريب قبلي بحال مثلا كيف ما كنشوفوا الان كاين ما يسمى بالتجريب اللي واحد ليكسبيريمونطاسيون دي كلاس نيميريك ديال الاقسام الرقميه ولا لي كلاس انتيليجون. هذا التجريب هذا على اساس انه نشوفوا الاثر ديالو قبل، ثم اذا كان اثرا ايجابيا سيتم تعميمه. في حاله ما كانوا كاينين تحديات كاينين مشاكل سيرى يعني مكامن الضعف ومكامن الخلل من أجل تعميمه أو لا تركه إذا اقتضى الحال. تقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفز مسؤوليتهم، هذا فيما يخص الحكامة إلى غير ذلك من الفاعلين المتدخلين. تبني مقاربة نسقية لضمان تضافر الجهود من أجل تحقيق الالتقائية والانسجام بين جميع العمليات. إذا المقاربة النسقية هي التي نحتاجها فعلا إلى في هذه المنظومة، مقاربة تشاركية، مقاربة تعمل على أنه كل واحد يعمل من الدور ديالو من الجهة ديالو. تكوين ودعم الخيارات والالتزام كل الأطراف المعنية، سواء الأطر الإدارية سواء الأطر التربوية سواء الشركاء سواء أي من الوزير حتى الأسرة، يعني كنكون خراط ملزم كيف ما جاء يعني القانون الإطار 1751 في الديباجة ديالو، حيث إن هذا القانون فهو ملزم جاء لكي يلزم جميع الأطراف المتدخلين في هذه العملية. إذا من أجل يعني وضع هذه الخارطة ربما ستكون من
الأفراد أو لا من مشاركين في هذه المشاورات، لأنها كانت مشاورات وطنية على المستوى الوطني، واللي تقسمت فيها الوزارة واحد الاستمارة ديال المشاورات مع جميع الأطراف. يعني كانت واحد المقاربة تشاركية، لا سواء مع التلاميذ ولا سواء مع الأساتذة، وراه كانوا في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أنه الأمور كانت واضحة. كانت في يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما كانت، لا سواء التلاميذ 33493 تلميذ، لا سواء الأساتذة 21837. وأتساءل لماذا الأساتذة لم يشاركوا في هذه المشاورات، يعني ويبدون يعني الأفكار ديالهم والاقتراحات ديالهم صراحة. ثم الأسر، ثم المؤسسات التعليمية عبر عدة قنوات، مجموعة تركيز، لقاء ترابية، ورشات موضوعية، أزيد من 22 ألف جواب على الاستمارات. إذا الأمر متعلق ببرنامج تشاركي وطني. مكنت مخرجات المشاورات الوطنية من تأكيد ووجهت مضامين خارطة الطريق المقترحة من إغنائها بالمقترحات المقدمة. المقترحات اللي وضعوها المشاركين في الاستمارة: اولا، تدخل الدوله في تدبير التعليم الاولي من اجل ضمان جودته. ما يبقاش يعني واحد الشكل اللي هو ابيغونت، واحد الشكل اللي هو نون كونترولابل. دونك يولي يعني التدخل ديال الدوله باش تكون جوده. وهذا يعني من الامور التي رايناها يعني مؤخرا، ان الدوله بدات تجعل التعليم الاولي ضمن التعليم الابتدائي من اجل اجراءات هذا الامر. ضمان إدماج أطر الأكاديميات كموظفين في قطاع التربية الوطني وإعادة النظر في الرواتب، هذا من بين المقترحات الموضوعة والتي يجب أن تكون فعلا. تخفيف الزمن المدرسي والمقررات الدراسية وتوفير الدعم المدرسي المجاني وكذا الدعم النفسي للتلاميذ. الزمن المدرسي والمقررات الدراسية يعني كان من بين المقترحات التي اقترحها الأفراد في هذه المشاورات. توفير الدعم المدرسي المجاني وكذا الدعم النفسي للتلاميذ. تشجيع الاستقلالية والابتكار مع اعتماد آليات المواكبة. الحرص على الانسجام والتناسق. تحسين المقررات الدراسية. توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للتعليم الأولي. وضع مساطير، إدراج أنشطة، تقوية التكوين الأساس لأطر إلى غير ذلك. إذا كنلاحظوا بأنه هذه المشاورات خلات الدولة باش تعرف بأنه كاين خلل، لأنه فعلا المشاركة ديال الفاعلين بشتى أنواعها غادي تخلي وغتغني الافكار لدى الدوله. لان الرؤيه اللي كينظر بها الوزير ماشي هي الرؤيه اللي كينظر بها واحد الاطار تربوي ممارس داخل المهنه. الرؤيه التي ينظر بها المفتش كمراقب وكموجه وكمساند للاساتذه الى غير ذلك، وكل مره كيمشي الاساتذه يشوف يعني التتبع، فراه ماشي هي الرؤيه اللي غينظر بها الاب او ولي الامر ديال المتعلم. اذا هذه المقاربه التشاركيه هي التي كنا نحتاج فعلا في هذه المنظومه. تبني خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على تنبني خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على 4 مكونات: 3 أهداف استراتيجية في أفق 2026 تركز على التعلمات الأساس والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي. أولا، 3 محاور للتدخل، ثم 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على التلاميذ والأساتذة، ثم 3 شروط للنجاح. بمعنى أنه إن شاء الله تعالى اللي غادي نركزوا فيهم هما هاد المحاور ديال التدخل والالتزامات ثم شروط النجاح اللي غتشوفوها في الفيديو الآخر. إذا باقي الفيديو غادي تشوفوه إن شاء الله تعالى في الفيديو الآخر، وهذا هو المهم من هذه الخريطة ديال الطريق إن شاء الله تعالى. موعدنا الفيديو الآخر.